المغرب داروا ان اكسيلون ماتش، داروا مقابله مليحه ضد البرازيل في لاكوب دي موند. لعبوا مع البرازيل، والبرازيل يا لونور دو برازيل، ما لعبوش مع ايكيب افريكان، مع البرازيل كي كوميم 6 فوا ولا 7 فوا شامبيون دي موند. شامبيون. لما تشوف امس المغرب امام البرازيل فاز بالاداء والنتيجه، حقت مفاجاه من العيار الثقيل. كانا امبوزاو لاكريف تاعهم بلي انا شامبيون دافريك، لعبت كوب دي موند، درت كوب دي موند في المستوى اوني اون سو مومون لي ميور اون سو مومون لي ميور اون افريك داير مام لي يو 20. المغرب اقتحمت ساحة العظماء، حديقة ولا ساحة ولا ساحة ولا ميدان بليتو اللي صعيب ياسر، ميدان الكبار في كرة القدم، وأصبحت من الكبار، معناها أصبحت عالمية. المغرب تقول بصراحة كي تربح البرازيل بك المستوى اللي ريناه بالنسبة لي ليست مفاجأة. شفنا الحارس تاع المغرب اللي دوز اكسيون حكموا على الحارس. نعم. الناس راهي تحس بلي سون لا. اعطينا بعض الصور. اعطينا لقاء المغرب هدفين لا يعقل صراحه، يعني الواحد يبقى يعني صراحه الجزائر 45 مليون ما قدروش نخرجوا فريق بامكانه ان يمثل الجزائر في اقل من 20 سنه، يعني 18 19 سنه، يعني صراحه مؤسفه الامور. فريق مغربي تقريبا صال وجال في هذه المواجهه اللي كاين في المروك. ما هنا في المنام ما تشوفهمش، ما عليناش. مي ناس كيما مبور سيك هنا في الجزائر ما كانش خدمه. لو جور اون فا ريفينير او طرافاي بالك. المغرب تعديت بالي اخر بالنسبه لي انا، يربح البرازيل. تو ما عادش نحكيو على المغرب، ما راهم نحكي اون لا كلاس مع البرازيل ومع فرنسا ومع الناس الكل. انا حاجه بركه، انا نعشق المدرب نتاعهم كيفاش يلجير معناتها لي ستار هذوكم الكل. واني قلت لك المغرب العوام هذا الكل باش تسيطر على الكره الافريقيه والعربيه. اليوم كان ماتش مهم ضد البرازيل، كيفاش كانت ردة فعل ديالكم بعد التأهل؟ 3 ديال النقاط مهمة جدا بالنسبة للمنتخب الوطني المغربي. احنا الحمد لله جينا عازمين نشوفوا في اللقب، ما نشوفوش الجروبات، حقاش كما كتشوف المغرب راه تطور ولينا عالميا. اذا حنايا ولا كلشي كيفكر لينا كما كتشاهدوا معنا هذا الجروب، حنا ما جانا صعيب. اذا حنا المغرب وان شاء الله حنا ما كنشوفوش غير سي بوان باش نتكاليفاو، انما كنمشيو للفينال ونجزو لا كوب ان شاء الله. حقاش المغرب ولا معروف بلي فينال وبلي كوب ان شاء الله. كما كتشاهد معنا كاع الدراري ان شاء الله، كاين اللي تيتيلار اللي ماشي تيتيلار، كلشي حاط معنا الرجل ديالو. الدراري تقاتلوا داروا داكشي اللي عليهم، درنا التعليمات ديال الكوتش، ربي ما خيبناش. وكتعرفوا كيما اللي كيخدم كيتساهل، كندخلوا للتيران كنعطيو داكشي اللي عندنا، وكنتفكروا بلي والدينا كيتفرجوا، خوتنا الجمهور المغربي كلشي كيتفرج. اذا حنا خصنا نعطيو داكشي كامل اللي في جهدنا، وان شاء الله غادي نمشيو للنهائي ان شاء الله ونجيبوا معنا لاكم ان شاء الله وديما مغرب. تأهل الدوزيام تور والحمد لله، الانتصار الثاني على التوالي على المنتخب البرازيلي، وفوز يعني فوز بالنتيجه والاداء على المنتخب البرازيلي، والحمد لله الانتصار الثاني هذه المجموعه القويه، والحمد لله ما خيبناش وفاز على المنتخب الاسباني بالاداء والنتيجه، وزاد كرس اليوم الفوز ديالو على المنتخب البرازيلي يعني اللي ماشي ساهل، قوي في الديال وقوي في كل شيء يعني. والمنتخب المغربي فرض الشخصيه ديالو من بدايه المقابله الى نهايه المقابله، والفوز ديالو بهدفين لهدف يعني. وكانت تكون نتيجه اكبر لو كان عرفوا يتعاملوا معها. المهم الحمد لله تكاليفينا وتاهلنا دوزيام تور بالنتيجه والاداء في اقوى مجموعه. تخيل تكون عندك اسبانيا والبرازيل والمكسيك وانت داخل على واحد المجموعه يعني قويه وعارفها بلا قويه، ولكن الحمد لله الانتصار الثاني على التوالي بفضل مجهودة اللاعبين، بفضل مجهودة الجامعه وفوزي القجاع، لانه رد المنتخب المغربي والمنتخبات المغربيه ما تهيبش كاس العالم وما تخافش من هذه المنتخبات الكبيره. كيهضر معي مسجل الهدف الثاني زبيري، لاعب اليوم تبت الكفاءه ديالو، الهدف الثاني في البطوله زبيري تبارك الله عليك. الحمد لله والله خدمنا بزاف، والحمد لله ربي ما خيبناش، اللي كيخدم ربي كيجازيه. كما كتشوفوا المباراه كانت صعيبه بزاف، ولكن الحمد لله ربي كان معنا والشعب كان معنا وعائلاتنا كاملين فخورين بنا. دابا نمشيو نرتاحوا ونفكروا الماتش الثالث، حيت حنا اي ماتش بغينا نربحوه. ماشي سهله تربح 3 الماتشات مع هذه المجموعه الكبيره، ولكن ان شاء الله ثاقين في الدراري وثاقين في المدرب ديالنا اللي دار خدمه كبيره، وان شاء الله الماتش الجاي عاوتاني نربحوا وديما مغرب والشعب معنا
والمغرب هو احسن فرقه في العالم. ولاو ما يخافوش منهم، يعني يدخل مباشره ما على بالوش كاع. يعني ما شاء الله بال 2022 لهنا تغيرت بزاف، وهذا الشيء اللي حاسدين فيه الناس والغيره واللي حسدوا به المغرب، لانه المغرب وصل لواحد المستويات عاليه في كره القدم بفضل يعني رئيس الجامعه فوزي القجع اللي خطط، والدوله من المالك وكل شيء اللي خطوا لكره القدم وصلوها لمستوى عالي. وهذه لا طفره نوعيه، تخيل تتاهل نهائي كاس افريقيا وما تفوزش بها، وتسمع راسك طايح في مجموعه اللي فيها البرازيل اسبانيا والمكسيك، ومع ذلك تخرج منتصر بجوج مقابلات ومتاهل للدور الثاني، وغتواجه المكسيك. يعني تواجه المكسيك وتبقى في الصداره مهما كانت النتيجه مع المكسيك. ولكن الحمد لله المنتخب المغربي قوي وقوي، والكره المغربيه في ماشي في تحسن، في العالميه. الحمد لله اون فا بروفيتي مي اون كونتينيو ان شاء الله. نقول كان ماتش كبير، الدراري داروا قدموا مباراه كبيره، كنبغيو نقدموا هذا الفوز للجماهير المغربيه عامه واللي ساندونا هنا في التيران هنايا. وبغيت نشكر الدراري كاملين اللي داروا مجهودات كبيره، والسيمانه كامله وحنا كنبريباري، والحمد لله حنا غاديين في خطوات ثقه، وان شاء الله ماتش بماتش نبقاو نجاريو كل ماتش بوحدو حتى نحققوا المبتغى. يعني ما بتواجه مدرسه اوروبيه وتفوز عليها، وتواجه مدرسه امريكيه التي هي البرازيل وما ادرك ما البرازيل وتفوز عليها، وباقي لك مدرسه اخرى ديال كونكاكاف مكسيك، حاجه كبيره. نجح المنتخب المغربي للشباب في كتابة إنجاز تاريخي بعد انتصاره الرائع على المنتخب البرازيلي في دور المجموعات، محققا فوزا مستحقا وتاريخيا ب2-1. وشهدت المباراة أداء قتاليا وروحا عالية من أشبال الأطلس، حيث أربكوا لاعبي البرازيل وأكدوا أن المغرب قادر على مقارعة أقوى المنتخبات في العالم. وبهذا الفوز الكبير والتاريخي ضمن المنتخب المغربي تأهله الرسمي إلى ثمن نهائي كأس العالم لأقل من 20 سنة، وفي أقوى مجموعة بالبطولة تضم البرازيل وإسبانيا والمكسيك. هذا الإنجاز يعد تحولا كبيرا في مسار أشبال الأطلس للمنافسة على اللقب العالمي للشباب، وليس مجرد المشاركة فقط، خاصة بعدما كان قد أطاح بإسبانيا في أولى جولات مونديال الشباب.